إمام عاشور لاعب النادي الأهلي. في كلام طلع في الفترة الأخيرة إن إمام عاشور راجع نادي الزمالك مرة تانية. بيقولوا إن ممدوح عباس اتكلم مع إمام عاشور في فكرة العودة لنادي الزمالك ويديله كل الفلوس اللي هو عايزه. ليه؟ لأن النادي الأهلي عايز يكسر الفلوس اللي طالبها إمام عاشور للتجديد مع النادي الأهلي. لكن طبعا دي أخبار غير صحيحة. ماشي، هو اتكلم معاه لكن غير رسمية. واصلا إمام عاشور مستحيل يرجع لنادي الزمالك. واصلا الجماهير مش هتقبله بعد اللي عمله معاهم وحركة البالونة ومش عارف ايه، ومستحيل الجماهير بتاعت نادي الزمالك تقبله. وهو اصلا مش هيفكر انه يرجع للزمالك. لو حابب يمشي من الاهلي يمشي يروح اي فريق تاني غير الزمالك. فدي اخبار يعني غير حقيقية، مش حقيقية. ده أقوال هوائية أو شفافية تتقال من محمود عباس إنه عايز يرجع في فكرة عودة إمام عاشور مرة تانية لنادي الزمالك وياخد الفلوس اللي هو عايزها. بكمل الأهلي عايز يقصر له الفلوس اللي هو طالبها، يكون من فئة الأولى مع عزيز وتريزيجيه. لكن أنا حابب أقول لك إن إمام عاشور أصلا لسه فاضل في عقده 3 سنين، فالأهلي عايز يسدد له عشان حتى لو جاء العرض يقول احنا لسه نستمر معاه لآخر فترة.